في كل بيت من البيوت طبيعي جدا إنه يحصل خلافات وزعل بين الأزواج وبعضها، وده صحي جدا على فكرة، لأننا إحنا مش ملايكة، إحنا بشر وبنغلط. لكن السؤال الأهم هنا إزاي بنتعامل مع الخلاف؟ هل نخليه يكسر قلوبنا ويخرب بيوتنا، ولا نخليه يقوي بيوتنا بجد؟ الخلاف يا جماعة مش هو المشكلة، لكن تحويل البيت لساحة حرب هو الكارثة بجد. في الآخر اللي بيتكسر مش الكرامة، ولا كرامة الزوج ولا كرامة الزوجة، اللي بيتكسر هو القلب. كلمة صغيرة زي كلمة آسف أو سامحني أو حقك عليا أنا كنت متعصب ممكن تطفي نار كبيرة جدا. يا جماعة الزواج مش عقد ورق، الزواج هو سكن، سكن مش جدران وبس، السكن قلب وحضن وأمان. الزوجة اللي بتقف جنب جوزها في ضعفه دي كنز، والراجل اللي بيشوف في مراته الأمان وسط الضغوط هو راجل فاهم الرجولة بمعناها الحقيقي. بيوت مش بتتبني على الفلوس ولا الجمال، لكن على المودة والرحمة اللي ربنا طبعا قال لنا عليها. المودة يا جماعة معناها حب وإخلاص ووفاء. الرحمة مفتاح المودة وقت الخلاف. البيت اللي فيه غفران يعيش أطول من البيت اللي فيه عناد. شريك حياتك مش خصمك، ده نصك التاني، نصك الحلو. يا جماعة اللي يبني البيت مش الطوب، اللي يبنيه قلب بيعرف يسامح، وشخص يعرف يحتوي شريك حياته، وإيد بتمسح دمعة، وضحكة بتفتح بيت مقفول. على فكرة ده مش شعر، ده حقيقي. والأجمل من كل ده إنك تفضل شايف في شريك حياتك نفس الشخص اللي حبيته في البداية قبل كده. لكن الحب الحقيقي مش إنك تحب إنسان وقت ما يكون كامل، لكن إنك تحبه وهو ناقص وتقف جنبه لحد ما يقوم. لو حاسس إن الرسالة دي لمست قلبك بجد، شارك الفيديو مع حد محتاج يسمع الكلام ده، وما تنساش تشترك في القناة علشان توصلك باقي الحلقات.